إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن العاقل هو الذي يسعى إلى النجاة في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يسعى في هذه الدنيا إلى النجاة اليوم ويوم يقوم الأشهاد في ذلك اليوم العصيب. ومن لم يفعل فليس بعاقل، فإن العقلاء متفقون على أنه لا بد من تجنب المهالك والمرديات في الدنيا، ولكن بعد ذلك أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل النجاة حقيقة عملوا للنجاة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد جعل الله تعالى للنجاة في الدنيا أسباباً، كما جعل للنجاة في الآخرة أسباباً. فمن لم يتخذ الأسباب للنجاة فهو مغالط، وإن زعم الاعتماد على الله والتوكل عليه، فإنه كما جعل للرزق أسباباً وللصحة أسباباً ولكل أمر يريد الإنسان تحقيقه جعل الله له أسباباً، فإنه جعل للنجاة في الدنيا والآخرة أسباباً يعمل بها المتوكلون على الله ليحققوا النجاة ويحققوا مرادهم في الدنيا وفي الآخرة. والنجاة أيها الناس هو الخلاص والسلامة من الشر، ويسمى كل فائز ناجياً، وكذلك الناجي من خرج من ضيق إلى سعة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والنجاة من الشيء
التخلص منه. فإذا كان الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فإن هذا دليل على أن النجاة من النار التي هي أعظم مرد ومهلك وأعظم مهلك هو الفوز. زحزح عن النار وأدخل الجنة، بعد ذلك فعلى الدنيا العفاء، وكل الذي فوق التراب تراب، وكل شيء هين. وقد جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا فيغمس في جهنم غمسة واحدة، ثم يقال له: يا فلان هل مر بك نعيم؟ فيقول: لا يا رب، والله ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: يا فلان هل مر بك بؤس؟ فيقول: لا، ما مر بي بؤس قط. فذلك هو الفوز العظيم، وذلك هي النجاة. وقد ورد للنجاة معان، ولكنها كلها تدل على التخلص من شيء، ولكنها أيضا وردت على معان متعددة، ومنها الخلاص من الأضرار. وإذ نجيناكم من آل فرعون خلصهم الله لأنهم كانوا يستحيون نساءهم يسومونهم سوء العذاب يذبحون الأبناء ويستحيون النساء. وذكر هذا في هذا سورة البقرة، وذكر في الأعراف: يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. جمعوا بين الأمرين، وهناك ذكر القتل ولا تعارض، فقد وردت في 3 مواضع: في البقرة وفي الأعراف وفي إبراهيم. ومعناها أنهم كانوا يذبحون الأطفال ويستبيحون النساء ويستعبدون بني إسرائيل تماما حتى خلصهم الله. ومن المعاني الارتفاع، لكنه ارتفاع بعد انخفاض ولا معنى له هنا. فاليوم ننجيك ببدنك، يعني رفع بدنه فوق الماء وقد خفض بعد أن كان مرتفعا، بعد أن قال: ما علمت لكم من إله غيري أرانا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحتي. ولما انفلق البحر بعد أن ضربه موسى بالعصا بأمر الله قال لقومه: انظروا لقد انفلق البحر من هيبتي، يغرر على قومه. لكن ما أن خرج آخر واحد من الجنود الإسرائيليين المسلمين، ليس الإسرائيليين اليوم، من بني إسرائيل الموحدين الذين كانوا مع موسى من الجهة الأخرى من البحر من الساحل، ونزل آخر جندي من الفراعنة إلا وأطبق عليهم البحر، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. حتى ما قال لا إله إلا الله بسرعة لفه على ما قال بنو إسرائيل وما عنده يقين، فالله تعالى أحرمه ما وفق. قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك، يعني رفع الله تعالى يعني جثته فوق سطح الماء. فحتى موسى قال لقومه: إن فرعون قد هلك. قالوا: لا 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 لا، هذاك لا قدرة لأحد عليه. ما صدقوا، شكوا، لأنهم أيضا ما تجاوزوا الساحل حتى رأوا عبدة الأصنام. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لقد عانى موسى من بني إسرائيل أكثر مما عانى من فرعون وقومه.
كما قال بعض العلماء. ومن المعاني السلامة من الهلاك، قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ومنها أيضا التوحيد هو النجاة، ولذلك قال مؤمن آل فرعون رضي الله عنه: قال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. لاحظوا أنه التوحيد: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ذا من معاني النجاة. وقد جرت سنة الله أنه ينجي أولياءه في الدنيا ويهلك أعداءه، والأمثلة في ذلك كثيرة في الدنيا قبل الآخرة. فلما دعا إبراهيم ربه وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، نجاه الله من النار. ولما أهلك عادا نجى هودا ومن معه من المؤمنين. وهكذا الأمر في قصة ثمود وفي قصة فرعون وقومه كما سمعتم، وفي قصة قوم لوط، وفي قصص الأنبياء كلهم، وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنس بن مالك يقول: سمع أبا بكر رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث البخاري في صحيحه، قال: عندما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار والمشركون يجوبون الفيافي والقفار حتى وصلوا إلى باب الغار، فيقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى تحت قدمه لأبصرنا لوجدنا لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما. هذه معية الحفظ. الله مستو على عرشه، الله مستو على عرشه، وفطرنا كلنا تدل على أن من أصيب بنكبة رفع يديه إلى العلي الأعلى، ولكنه مع كل عبد من عباده بعلمه، ومع رسله وأوليائه بحفظه وعونه ونصره. ما بالك باثنين الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. جعل كلمة الذين كفروا السفلى، ولم يقل وكلمة الله بالنصب عطفا على كلمة الذين كفروا لأنها مفعول بها، لكن قال وكلمة الله هي العليا. الأصل أن كلمة الله عليا من أصلها، أما أولئك فراموا العلو فجعلهم الله في الأسفلين. نجى الله أولياءه في الدنيا، فعندما يتضرع المتضرعون إليه يستجيب دعوة الداعي، بل قد قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولم يفرق ربنا حتى في هذه الآية بين البر والفاجر والمؤمن والكافر. مضطر مظلوم يلتجئ إلى ربه. هناك موانع قد تأتي تمنع من الإجابة، كالاعتداء وقطع الرحم والأكل للحرام، والآخرة هناك التصفية. أما في الدنيا فلله تعالى سنن وأحكام. قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تلك مسألة أخرى. إذن سنة الله أنه ينجي رسله
وأولياءه وعباده المؤمنين في هذه الدنيا أولا. ومع ذلك فقد يحصل، هذا سؤال مقدر فأنا أجيب عليه، أليست الشدائد تمر بالمؤمن ويمر بضائقات؟ الجواب نعم، لأن مكفرات الذنوب أنواع كما ذكر ابن تيمية وغيره، فمنها الابتلاءات، ومنها التوبة والاستغفار، ومنها الحسنات، لأن الحسنات كما قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات. والابتلاءات من أسباب الغفران ومن أسباب رفع الدرجات، لكن قد تدعو الله ويرفع عنك، وقد يكون مصلحتك في استمرار البلاء حتى تلقى ربك. ولذلك كلا الأمر إليه يقول اللهم اختر لما فيه الخير. وإذا أردت أن تفارق الدنيا لا تستعجل، قل اللهم احيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. رد الأمر إلى الله، والله تعالى هو الذي يختار لك. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، فأنت اصبر. لكن سنة الله جرت أنه حال صراع أوليائه وأعدائه قد يمر دهر، لكن العاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنسأل الله تبارك وتعالى النجاة من الفتن. وأعظم مكسب أيها الأخ المؤمن، ويا أخي ويا حبيبي، أعظم مكسب لك في الدنيا وأعظم فوز ونجاة لك في الدنيا أن تنجو من الفتن، لأن الفتن كما قال بعض السلف إذا أقبلت عرفها العلماء، فإذا أدبرت عرفها الناس كلهم أجمعون، لأنهم قد رأوا آثارها المدمرة. ولكن الناس في الفتن منهم من يلتبس عليه الحق بالباطل، ومنهم من يميز، ومنهم من ينتكس إلى أن يرى الحق باطلا والباطل حقا. فأعظم نجاة في الدنيا أن ترزق البصيرة وتميز وتفرق بين الحق والباطل، وهذا يحتاج إلى تقوى من الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ولعلي أتكلم في الخطبة الثانية إن شاء الله عن أسباب النجاة أيضا، لا بد من ذكر بعض الأسباب، لأنني ذكرت الأسباب مجملة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، اشكره وقد توعد بالمزيد لمن شكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعه إلى يوم القيامة على الأثر. أما بعد، عباد الله، أول سبب من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة الإيمان بالله، وبدون الإيمان فلا مجال للحديث عن النجاة. ويكفينا في هذا مثالان لسيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان له أعمام، فمنهم من آمن واستحق
الجنة، بل استحق أن يكون سيد الشهداء، وهو حمزة عمه. وكذلك عمه العباس رضوان الله عليه من أهل الإيمان. ولكن عمه أبو لهب لما لم يؤمن بمحمد بن أخيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أوجب الله على خلقه كلهم أجمعين أن يؤمنوا به، حتى قال: والذي نفسي بيده لا يسمع برجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار. فعمه أبو لهب أنزل الله فيه سورة وقال: بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب، أنه كان يقول: تبا لك يا محمد أجمعتنا لهذا، يوم دعاهم إلى التوحيد. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب أو حمالة الحطب قراءة في جيدها حبل من مسد. والثاني عمه أبو طالب، وقد رباه صغيرا وحماه من المشركين كبيرا. وبعض الناس يريدون منا أن نقول إنه آمن، وهل نكره نحن ذلك؟ لكننا لا نستطيع أن نقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما نعلم. فقد جاء في الصحيحين أن هذه الآية نزلت فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مرتبطة مع آية التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والسبب أنه قال له عند الوفاة وقد حضر عند عمه، وكان عنده شيطانان من شياطين الإنس، وهما عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فكان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى. فأنزل الله هذه الآية، وأنزل في عمه أيضا: إنك لا تهدي من أحببت. فلو كان شيء ينفع من دون إيمان لنفع هذين العمين ابن أخيهما رسول الله سيد الخلق صاحب الشفاعة العظمى الذي أرسله الله كما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا بد من هذا. ثم التوحيد، وقد سمعتم الآية: ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أيضا الصدق، حذاري حذاري إذا مشى الخداع في المحاكم وفي الأسواق ومع الزملاء والشركاء في التجارة، فإن الناقد بصير. وإلى العاملين بلا إخلاص وبلا اتباع، وإلى الذين يظنون أنهم يخدعون وهم مخدوعون. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هؤلاء هم المنافقون الذين يخادعون الله وهو خادعهم. لذلك قال كعب كما في صحيح البخاري وغيره في قصة تخلفه، قال: فعلمت أنه لا ينجيني إلا الصدق، قال: وقلت يا رسول الله إن الله نجاني بالصدق. الصدق، عليك بالصدق، عليكم بالصدق، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصدق هنا بالمفهوم الواسع: الصدق مع الله في صدق الإيمان به وتوحيده والإخلاص له وتطبيق شرعه، ومع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته وعدم الكذب عليه والقول عليه ما لم يقل، والصدق مع المسلمين
من دون غش ولا خداع ولا دجل، والصدق مع الخلق أجمعين. فإن الشريعة الإسلامية اشتملت على هذا كله، ولم تتركك وأنت في الخلا تقضي حاجتك إلا وأعطتك أحكاما، ولم تتركك وأنت عند زوجتك، الزوج يعني يقال للزوج، إلا وأعطتك الأحكام أينما كنت. أفتعجز الشريعة أن تحل القضايا السياسية، أم لا بد أن ترجئها للدستور الفرنسي الذي يكتبه قوم يخترعون لبلد ما لا يصح لبلد آخر، ولعام ما لا يصح لعوام أخرى. أما شرع الله الكامل الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو لكل زمان ومكان. تحقيق التقوى من الأسباب. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه جهنم التي قال الله فيها: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ذكر الله ما عمل أحد أنجى له من ذكر الله. وقد جاء في الحديث الذي صححه الألباني في صحيح الكلم الطيب وهو في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والحديث الصحيح أيضا قال: رأيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد اقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الدعاء هذا أمر عظيم وشأن كبير 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 كبير، ولا سيما إذا كان في خلوة، وإذا كان في حضور قلب وفي إلحاح على الله. وأن تقدم بين يدي الدعاء التملق للمخلوقين نفاق وذل وعار وخزي، والسؤال نفسه مذلة. لكن التملق لله بأنك أنت فقيره غني، وبأنك أنت مذنب وهو غفور رحيم، وبأنك أنت عاجز وهو القوي، وبأنك كلما أكثرت الله تعالى يحب أن يحمد، ولذلك حمد نفسه. انظروا دعوة إبراهيم سلام الله عليه، قال: الذي خلقني فهو يهديني. قبل الدعاء هذا كل ثناء على الله وصف له، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم بدأ بالدعاء فقال: ربي هب لي حكما إلى آخره. الدعاء من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. وقصة أصحاب الغار معروفة، 3 دعوا الله وتوسلوا إليه بالأعمال الصالحة فنجاهم. والدعاء أن ينجيك الله ويثبت قدمك على الصراط، ويثبتك الإجابة على السؤال في القبر عن ربك وعن دينك، فهو القائل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الدعاء أخيرا من الأسباب، أولها وآخرها ووسطها في كل وقت وحين فضل الله رحمة الله. إنما هذا الدعاء هو أن تطلب من الله. لكن في الأخير جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعملوا سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدا لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذه كلها أعمال، أسباب. حتى العمل هذا، الصلاة والصوم والجهاد والصدقة، هذه ليست ثمن الجنة يا جماعة. واحد لو تعمر لا أقول عمر نوح، لا، من أول الدنيا إلى يوم القيامة آلاف السنين وهو ساجد لله ولم يرفع رأسه، ثم جاء يوم القيامة ويريد الجنة بالعمل هذا الذي عمله، ما والله يدفع مكان شبر ولا بنانة، ما عنده يعني ثمن الجنة. ولذلك قال تعالى:
ادخلوا الجنة بما كنتم، الباء هي سببية يعني بسبب العمل، سبب العمل هذا سبب ليس ثمنا. ولا أنت يا رسول الله الذي كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، في رواية 70 وفي رواية أكثر من 100 مرة يستغفر الله، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا يترك لحظة، كل لحظاته عمل صالح، لأنه قدوة في قوله وفعله وتقريره. ومع ذلك قال إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. إذن هذا أيضا فضل الله ورحمته هما الأساس في هذا كله في الدنيا وفي الآخرة. أحبابي وإخواني الكرام، لا أريد أن نتحدث عن الجنة لأن هذا موضوع شيق يحتاج إلى خطب، لكن أقول فقط ليس ثمن الجنة العمل الذي نتحدث عنه، لأن الجنة إنما هي خلقت لبنة يعني حجر من فضة وأخرى من ذهب، ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران ومجامرها الألوة يعني العود، عود خاص في الجنة. وأول ما يدخل أهل الجنة يأكلون زيادة كبد النون يعني الحوت، وفي رواية ينحر لهم ثور الجنة. أول دفعة تدخل كالقمر وجوههم ليلة البدر، طول الواحد 60 ذراعا وعمره 33 سنة. أمور أخرى يعني الدنيا كلها لو كانت ملكا لك وأنفقتها لا تستحق أصلا أن تدخل الجنة بهذا، لكن الله كريم ورحيم، وهذا من فضله سبحانه وتعالى علينا. أخيرا، لا أريد أن أتكلم اليوم عن الثورات، لكن لا أنسى أن أذكركم بأهل الشام فقط. أهل الشام بلاد الوحي، بلاد الأنبياء، بلاد الصالحين، هذه البلاد التي يحكمها القرامطة الحشاشون الباطنية المجرمون الذين يستبيحون الدماء والأعراض، يأخذون البيت بما فيه إذا دخلوا إلى السجون، فيقتلون الصغير والكبير، حتى الطفل التي شاهدناها قبل يومين وهي بنت 4 أشهر أخذوها وأبويها ثم ردوها مقتولة وقد ظهرت الجروح والعذاب على جسمها، هذه الطفلة الصغيرة. أما أبواها فالله أعلم أنهما قد رحلا. هذا النظام الذي يدعم من إيران، هذا التحالف الباطني 12 يذكرنا نحن المسلمين عموما أنه يجب أن نتماسك وأن نتعاون، وأن أي مذهب وأي حزب وأي جماعة وأي بلد إذا ظن أصحابه وأهله أنهم وحدهم قادرون على نصرة الإسلام وحدهم فهم مغرورون. هؤلاء كانوا في التاريخ يكفر بعضهم بعضا، الباطنية كفار عند الاثني عشرية والعكس، واليوم تتحالف إيران وتدفع الأموال وترسل الحرس الثوري وحزب الله من جهة، ما يسمون بالشبيحة من جهة، وهم عصابة من الطائفة الباطنية يعطون الأموال الطائلة ويدربون تدريب الحقد على إبادة هذا الشعب المسلم. عباد الله، هذه الدولة تسمى من دول الممانعة، ولا يوجد على حدودها مع اليهود جنود ولا قوات، لأنها كلها في المدن تقتل الأبرياء، ومن خرج من الجيش متبرئا من قتل الأبرياء قتلوه في الحال. إصابة تدمير وإجرام. أذكر لكم هذا فقط، على الأقل لا تنسوا هذا البلد، فالمسألة مسألة مصير، فإن استمر هذا النظام الإجرامي الطاغي فسوف يبيد خضراء المسلمين في بلاد الشام، وإن أراحهم الله منه فإنما ألقوا على كواهلهم ثقلا عظيما جدا جدا، ونحن لا نتحامل على هؤلاء. فقد قال علماء التاريخ في هذه الأمة إن الفرق 72 التي وردت في حديث الافتراق ليست داخلة فرق الباطنية في هذا العدد من فرق الأمة. أقل شيء ادعوا لهم، ادعوا بالهلاك على هؤلاء المجرمين، لأن الدعاء على المعتدين الكافرين المجرمين القتلة يجوز أن تدعو حتى على المسلم أن تقول اللهم اكفني شره إذا ما أردت أن تهلكه إذا اعتدى عليك، اللهم اصرفه عني. ندعو الله أن يصرف هؤلاء القتلة المجرمين القرامطة الباطنية عن هذا الشعب العجيب. والله عجيب، والله عجيب. مدينة حمص هذه مدينة عجيبة،
فرضي الله عن خالد بن الوليد، هي مدينة، يوم تدمر هذه الحارة تماما فينتقل الناس للحارة الأخرى يعبرون عما يريدون، ثم تدمر الحارة فيرجعون للحارة الأولى وهي مدمرة. وأما الجامعة العربية يا للخزي، يا للخزي، لم تعمل شيئا، أرسلت الوفود وكان بعضهم يغطي فعبر بعضهم عما في نفسه فلا أثر لها جامعة. والغرب ينظر الغرب ينظر يعرف أن أن هؤلاء القرامطة هم حلفاء اليهود في فلسطين. أما دعوى أن إيران وسوريا من دول الممانعة فهذا شيء عجيب. ها هي الطائرات الأمريكية تذهب إلى باكستان تقتل القبائل بطائرة بدون طيار بتهمة يتضح بعد ذلك 90% أنها أكاذيب باسم محاربة الإرهاب والقاعدة، بينما إيران تصنع الأسلحة النووية وتهدد أمريكا. ما الذي حصل؟ مسألة مهزلة واضحة ومكشوفة. مخيم نهر البارد في لبنان، مجموعة من الشباب كانوا مع الفلسطينيين قالوا معهم مسدسات أو أوالي، فأقلعوا المخيم بما فيه، وفيه 3000 من السكان النساء والأطفال مساكين، بينما جيش حركة أمل وحزب الله يمتلكان الترسانة الكبيرة من الأسلحة على مرمى حجر من اليهود. لماذا؟ لأنهم هم الذين يحمون فلسطين من المجاهدين. واليوم نسمع الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، والقتل للمسلمين، ولا دخل لأمريكا ولا لإسرائيل إلا واحد أمريكي مسلم كان في دماج يطلب العلم قتلوه، قلنا قد حققتم حتى واحد الموت لأمريكا. أما أمريكا وطاغوتيتها وجبروتها ما وصلتم، إنما وصلتم إلى مسلم أمريكي في دماج وقتلتموه. ما شاء الله، هذا الذي كنا ننتظر منكم. هذا الشعار في غير محله. لا أطيل فقد أطلت، سامحوني. أسأل الله جل وعلا أن يحمي أهل الشام والمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها من كيد الكائدين ومكر الماكرين ومؤامرة المتآمرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انزل السكينة على قلوبهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.